يا اهلا وسهلا بكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا حمدي صالح وفيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله نتكلم عن عيوب ومميزات مونة البلانكو او المعروفه باسم المونة الجاهزه. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب لدعمنا، ويلا نبتدي الفيديو. مبدئيا كده مونة البلانكو عازلة للحرارة، عازلة للرطوبة، عازلة للصوت. ثانيا مونة البلانكو بتديني ملمس ناعم، وده إلى حد ما بيوفر عليها في بند الدهانات. ثالثا مونة البلانكو سريعة الشك، ماكسيمم يومين. يعني هي بتبتدي الشك بتاع مونة البلانكو من 5 ساعات، شك تام من 5 ساعات إلى يومين حسب موقع العمل وحسب الرطوبة اللي موجودة أو المحيطة بالمكان. رابعا مونة البلانكو الرطش اللي بيقع من مونة البلانكو قليل جدا مقارنة بالمونة العادية. دي كانت مميزات مونة البلانكو. ايضا برضو مونة البلانكو وزن خفيف جدا مقارنة بالمونة العادية. دي كانت مميزات مونة البلانكو. عيوب مونة البلانكو مش شايف ليها عيوب بصراحة جدا، ولكن بعض الناس شايف ان مونة البلانكو اعلى في التكلفة من المحارة العادية. ولكن احنا مونة البلانكو كل اللي انا بحتاجه مونة البلانكو، بضيف ليه ميه وببتدي ان انا اشتغل في اعمال المحاره. اما بالنسبه للمحاره العاديه او المحاره الاسمنتيه فبيكلفني رمل، تشوين رمل واسمنت، زائد ان انا بستهلك كميه ميه اكتر بكتير جدا من استهلاكي في مونة البلانكو. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. متنساش لايك وسبسكرايب لدعمنا. تحت في الديسكربشن هتلاقي فيديوز كتير جدا جدا، وان شاء الله هعمل مقارنه ما بين مونة البلانكو والمونة الاسمنتيه. ان شاء الله تنزل الحلقه القادمه باذن الله. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.